وكيف حال الدولة السلجوقية بعد موت السلطان يا زكوان؟ الفرقة والتناحر بين بركياروك وأخوه محمد طوبار ومحمود وأخوهم الرابع أحمد سنجر في صراع شرس على الحكم، وما اتحسمتش؟ ومش هيتحسم في المدى القريب. سبحان من لا يرد دعوة مظلوم. دعوات سيدنا عليهم ما فيش بينها وبين السما حجاب. دعوة كل المظلومين يا زيد. النساء يا سيدنا، تركان خاتون أخفت نبأ موت السلطان ملك شاه عشان ابنها محمود يكون من بعده، وسجنت ابنه الأكبر بركياروك، لكن أتباعه طلعوه من السجن وبدأت الحروب، وأنا شايف إن بركياروك أشرسهم وفي كتير من أبوه. أما باقي الأخبار إن محمد وأخوه سنجر اتحدوا سوا عليه وبعدين اتصالحوا وسرعان ما قامت الفتنة بينهم تاني. والخليفة العباسي مع مين؟ منتظر، اللي هينتصر منهم هيكون معاه، لكن هو في الحقيقة كاره الأربعة. وإيه أحوال ابن الحافظ في قلعته؟ مسيطر بقوة، ومع أول مصالحة بين الأخوة هتكون قلعته وكل القلاع في خطر. كل القلاع ما عدا آل موت يا زكوان. شرفت يا زكوان في قلعة آل موت. وصل سلامنا لابن الحافظ. وصلوا زكوان مخدعه واكرموا ضيافته. مفيش بين مولانا والسما حجاب، ها؟ ده كلام ما يتقالش لا للغرب ولا الضيوف يا ابن سيحون. سيدنا أنا أسرار القلعة ما بتخرجش للأغراب، وأنا سر القلعة الأكبر يا زيد. مفيش أحوال تتحكي عني ولا يتلمح بيها، لأن مقامي هو سركم أنتوا. مفهوم يا سيدنا، وبعتذر. عايزك صاموت وحامل للسر يا زيد، زي برزك وميت.